السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقاء قناة وظائف لولاد بلدي. النهاردة فيديو تغيير شوية، يعتبر فيديو صحي شوية عشان خاطر الأمراض والأوبئة اللي احنا فيها. ربنا يحفظنا جميعا بإذن الله. النهاردة في خبر مهم نزل في جريدة الأهرام عن موضوع القرفة. والقرفة تعتبر عشبة جميلة جدا وريحتها قوية ومفيدة صحيا، والدراسة الأمريكية دي أثبتت الكلام دوت. وهنشوف دلوقتي الدراسة قالت ايه. الدراسة دي كانت بتاريخ الإعلان ده، الخبر ده كان موجود النهاردة بتاريخ 7/1/2021. وما تنسوش معانا نعمل لايك واشتراك في القناة وتشير الفيديو، يمكن حد يستفيد منه. عندنا دراسة أمريكية بتقول القرفة تقضي على الفيروسات. القرفة تقضي على الفيروسات. كتبت سوزان وهبي. آه، كشفت دراسة أمريكية في جامعة تورو أن القرفة تنفرد بفاعلية القضاء على الفيروسات التي تهدد حياة الإنسان. وأثبتت الدراسة أنها تتفوق على عصارات البصل والثوم والفلفل والليمون، وكذلك الكركديه والكاكاو والزعفران الأسباني. والعلماء اختبروا خاصية القرفة على أحد الفيروسات الخطيرة، ونجح سائل يحتوي على مقدار 5 مللي جرامات من القرفة في القضاء على الفيروسات خلال 10 دقائق فقط. تاني، الموضوع مهم يا جماعة. طبعا هما مش عاوزين يوضحوا الكلام على أي فيروسات بالظبط، بس احنا ممكن نعتبر دوت كلام في العموم على الفيروسات اللي احنا متواجدين بصددها الأيام ديت. هنقول كشفت دراسة أمريكية في جامعة تورو أن القرفة تنفرد بفاعلية القضاء على الفيروسات التي تهدد حياة الإنسان. وأثبتت الدراسة أن تتفوق على عصارات البصل والثوم والفلفل والليمون، وكذلك الكركديه والكاكاو والزعفران الأسباني. والعلماء اختبروا خاصية القرفة على أحد الفيروسات الخطيرة، ونجح سائل يحتوي على 5 مللي جرامات من القرفة في القضاء على الفيروس خلال 10 دقائق فقط. يعني حضرتك لو شربت أي سائل يحتوي على 5 مللي جرامات من القرفة، بإذن الله تقضي على أي فيروس موجود. وربنا يرزقكم إن شاء الله السلامة والصحة والعافية، ويبعد عنكم كل شر وسوء بإذن الله. لو الفيديو دوت عجبك، رجاء اعمل لايك وشير للفيديو، واشترك معنا في القناة عشان يوصلك كل جديد. وانتظرونا في الإعلانات الأسبوع الجديد بتاريخ 8/1/2021. إعلانات قوية جدا، منها وظائف في الإمارات والتعامل مع السفارة عموما على طول مباشرة دون التعامل مع مكاتب بسيطة. وفي أصدقائنا السواقين لهم إعلانين، وفي إعلانات تانية كتيرة. انتظرونا في الفيديو القادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.